باتصل بيه ما بيردش عليا. صاحبتي بدل ما بتخرج معايا بتخرج مع ناس تانيين. مامتي بتفضل اختي عني او بتحب اختي اكتر مني. انا ليه اتكلم بالذات النهارده في الموضوع ده؟ لان انا في فترة ما لما كان وعيي منخفض شوية عن دلوقتي، كنت بعاني من نفس القصص دي، وعارفة ان هي بتبقى وحشة، عارفة ان هي بتبقى قاسية، يعني احساسها قاسي. فالنهاردة هنتكلم عن قيمة الشخص لذاته. ان احنا بنعكس شخصيتنا او تقديرنا لذاتنا من معاملة الناس التانية لينا، وبنسقطها على نفسنا واحنا مش حاسين. طبعا احنا بنعمل ده يعني بدون وعي، لان ده حاجة الناس بتتربى عليها وبتنشأ عليها وبتتخزن في عقلنا الباطن، فاحنا بنكبر واحنا مش عارفين، هي بتحصل لوحدها. فانت هتلاقي نفسك وانت كبير كده او انت كبيرة، الكلام للولاد والبنات على فكرة. مثلا لو انت مرتبطة بشخص هو قعد فترة ما بيكلمكيش، او بعتيله حاجة وهو ما ردش عليكي او ايا كان، تلاقي نفسك اتضايقتي بزيادة قوي اكبر اصلا من حجم الموضوع. او مثلا لو مامتك بتحب اختك اكتر منك، مثلا زي الاعلان اللي كان بتاع فودافون ده، ممكن تكون حاجه بسيطه قوي، يعني لو مثلا اديتها الحته اللي هي بتحبها في الفرخه، يعني حاجه مش كبيره يعني. تلاقي نفسك اتضايقتي قوي، وليه ماما بتعمل كده، وليه ماما ما بتحبنيش، مش عارفه ايه. لو مثلا انتي في علاقة قوية بين واحدة انتي وصاحبتك مثلا، وهي سابتك مثلا وخرجت مع صحابها التانيين، تلاقي نفسك اتضايقتي قوي وكبرت الموضوع قوي، وهي ازاي تعمل كده، وازاي ما تردش عليها، وازاي ما تخرجش معاها وتخرج معاهم. لان ده بيبقى نابع من ان انتي رابطة قيمتك الشخصية بمعاملة الناس ليكي. هل أنا بنت وحشة؟ هل أنا صاحبة وحشة؟ هل أنا حبيبة وحشة؟ بتبقي معتمدة ان انتي تقدري ذاتك من معاملة الناس الخارجية ليكي، بالذات لو الناس دي انتي بتعزيهم. لان على الغالب لو انتي ناس مش بتحبيهم اصلا مش هيبقى فارق معاكي هما بيعملوك ازاي، لكن لو ناس انتي بتحبيهم هتبقى معاملتهم ليكي بتبني جواكي وانتي مش حاسة تقديرك لذاتك. تلاقي نفسك كده من الهوا ربطتي قيمتك بمعاملة أشخاص مهمين في حياتك ليكي. انت مش بترد عليا لما بكلمك، اذا فانا انت بتقلل من قيمتي. ماما بتحب اختي في حته معينه اكتر مني، يعني بتحب تكلمها مثلا اكتر مني، فاذا انا بنت وحشه، انت شايفاني بنت وحشه. صاحبتي راحت المكان الفلاني مع واحده غيري او صاحبه غيري، اذا صاحبتي مش بتحب تخرج معايا، ومش فاهمه ان ممكن يكون الشخص مفضل في النقطة دي حد غيرك، وده ملوش دعوة بقيمتك، وملوش دعوة بمعزتك عند الشخص، وملوش دعوة ان الشخص بيحبك او لا. مش لازم انتي للاشخاص اللي انتي بتحبيهم وبتعزيهم تكوني مثالية بالنسبة لهم في كل شيء. مش لازم انتي تكوني احسن حد بيتكلموا معاه، مش لازم تكوني انتي احسن شخص بيخرجوا معاه بالنسبة لهم، يعني مش احسن شخص يشربوا معاه قهوة، مش احسن شخص يناقشوه في اشياء علمية، مش احسن شخص يتكلموا معايا في حاجة في الدين. انتي بقى لما ده ما بيحصلش بتربطي ده بان انتي قيمتك قليلة، رغم ان انتي لو وصلتي لمرحلة وعي اكبر شوية هتعرفي ان قيمتك ملهاش علاقة خالص باي شيء خارجي. هتعرفي ان قيمتك حاجة داخلية جدا، لا ليها دعوة الناس بتعاملك ازاي، ولا ليها دعوة مثلا بفلوسك، ولا بمعتقداتك، ولا بأفكارك، ولا بتعليمك، ولا بشكلك. هتعرفي ان القيمة حاجة داخلية جدا جدا جدا. قيمة الذات دي حاجة منفصلة تماما عن كل حاجة خارجية براك. اذا انت كونك اصلا انت ربنا خلقك، خلاص انت قيمتك فيك، انت مش محتاج تعمل حاجة او تبذل مجهود في حاجة. باقي الاشياء بقى دي اشياء خارجية، اشياء في الحياة، يعني الفلوس دي عشان نصرفها في الحياة، المعاملة دي عشان نعامل بعض بيها، كل الحاجات دي حاجات خارجية، لكن انت قيمتك هتفضل جواك. والكلام ده بالذات بقى للبنات، جو بقى الخطط والاستراتيجيات والخناق، وانت ما عملتليش كذا، وانت ما عملتليش كذا، وانت يا ماما بتفضلي ده عني، وانت يا بابا بتفضل ده عني. ما يفضلوا،
سوري يعني ما يفضلوا، اوكي فضلوا اللي انتوا تحبوه. صاحبتي بتفضل واحدة تانية عني في حاجة معينة براحتها، اللي انا مرتبطة بيه بيفضل حد تاني في حاجة معينة براحته، ايا كان الناس براحتها. انا بالنسبة لي انا هفضل نفس الشخص، قيمتي عند نفسي هي انا قيمتي طلعت عندك نزلت عندك، انت حبيتني ما حبيتنيش، كلمتني ما كلمتنيش، انا بالنسبة لي هفضل نفس الشخص. انا ما بستمدش قيمتي من معاملتك انت ليا، انا بستمد قيمتي من صورتي الداخليه لذاتي. فاعرفي ان جو ان انتي تقعدي تحاولي وتخططي عشان واحد يكلمك، وتتخانقي عشان صاحبتك خرجت مع غيرك، وتروحي تعاتبي مامتك عشان مش عارفه بتعامل مين احسن من مش اعرفي ان ده بيقلل قيمتك الذاتيه وصورتك الذاتيه قدام نفسك. سيبك من الاخرين كده كده صورتك نزلت صورتك طلعت ده مش هيفرق في شيء، لكن ده بيقلل قيمتك انتي قدام نفسك. هيتخزن ده جواكي وجوه عقلك، وهتتعاملي بعد كده على اساسه، لان انت بقيت شايفه نفسك اقل. انت من غير وعي منك هتدي اشاره لعقلك انا قيمتي قليله، الناس بتعاملني كده فانا قيمتي قليله لان هم مش مقدريني، فانا تقديري الذاتي هيقل. فكل ده بيحصل جواكي وانتي مش حاسه، كل ده بيحصل جوه عقلك وانتي مش حاسه، وبالتالي ده هيترتب زي ما قلت على تصرفاتك. الناس بقى اللي مستمده قيمتها من جواها مهما حصل براها، مهما الناس اللي براها قالت عليها، مهما مش عارفه ايه وخناق، واللي ما ردش عليا، واللي ما كلمنيش، واللي سابتني وسافرت لوحدها، واللي سابتني وراحت لوحدها، ولا هيفرق معاكي، ولا هيفرق معاكي، لان انتي مش شايفه ان دي حاجه بتقلل من قيمتك، لان انت كده كده قيمتك محفوظه، قيمتك عندك محدش متحكم فيها. اللي هيفرق معاه جدا، واللي انا كنت كده، الناس اللي بتستمد قيمتها من بره وهي مش واعيه بده. الانسان لما قيمته الداخليه هي اللي بتهز، هو بقى ده اللي بيوصل للخناق والعتاب ومش عارفه ايه والزعل والعياط، هو ده اللي بيوصل لكده. لكن لو انت فاصله نفسك عن معامله الناس، كل اللي انت هتعمليه ان انت هتعرفي في الموقف اللي بعده تتعاملي مع الشخص ده على الاساس ده. يعني انا كلمت حد وما ردش عليا، بعد كده لما اتعامل بقى معاه بعد كده مش هيحدد اي حاجه غير طريقه معاملتي معاه، لكن لا هلومه ولا هعاتبه ولا هزعل ولا هعيط ولا هتخانق ولا مش عارفه، حتى لو حد قريب مني. وانا هنا مش بقول ان انت تقبلي الاهانه، في فرق بين الاهانه وبين ان انت متضايقه من حاجه. الاهانه دي ان حد يشتمك، يضربك، يهزقك كده، لكن في حاجات ملهاش دعوه بالاهانه. سوري يعني ان انت صاحبتك بتفضل حد عنك في مشوار معين، دي مش اهانه، دي مش اهانه، ده انت حاجه، ده تصرف ممكن يضايقك. التصرف اللي ممكن يضايقك ده انت لو محدده قيمتك بمعامله الشخص اللي انت بتحبيه ده ليكي، فانت هتحسي ان قيمتك قلت، فانت هتتخانقي وتتعصبي ومش عارفه ايه. لكن لو انت عارفه ان قيمتك كده كده جواكي، كل اللي هيحصل ان انت هتعرفي في نفس الموقف ده المره الجايه تتعاملي مع الشخص ده ازاي، بس كده. طيب ازاي بقى اعلي قيمتي من جوايا؟ خلاص انا كده عرفت الفرق بين الاتنين. ازاي بقى اعلي قيمتي اللي جوايا دي وافصل نفسي عن معاملة الناس، او افصل نفسي عن الاشياء الخارجية؟ الحل هم حاجتين لازم تعمليهم مع بعض، ما ينفعش ينفصلوا. اول حاجة ان انتي تشتغلي على عقلك، توسعي وعيك، تكوني على دراية اكتر. والتاني حاجة اللي هي لازم تكون مع الاولانيه، ان انتي تكوني متقبله النسخه اللي موجوده دلوقتي. يعني انتي بتحاولي تحسني من نفسك، لكن انتي محبه تماما ومتقبله تماما للنسخه اللي موجوده دلوقتي. هو ده الحل الوحيد، هو ده الحل الوحيد عشان تعلي قيمتك الذاتيه لنفسك، انك تعلي وعيك، تشتغلي على نفسك، على فكرك، وفي نفس الوقت تحبي نفسك اللي موجودة دلوقتي بكل جوانبها، شكلها وفكرها وطريقتها. ما تلوميش نفسك، ما تلوميش نفسك، ما تقوليش انا عملت ده ومش عارفة ايه، انا طلعت عادي، كنتي غلط، اتعلمتي، حصل حاجة انت حسيتي ان انت ساعتها كنتي غلطانة، او اللي هو ايه ده انا ازاي عملت كده، انا قلت من نفسي مثلا مع الشخص ده، عادي جدا 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 جدا. ركزي على نفسك، ما تركزيش على الاخرين، ركزي على نفسك ما تركزيش على الاخرين. دي اهم جملة ممكن تسمعيها في حياتك، ودي اهم جملة انا سمعتها في حياتي. ركزي على نفسك ما تركزيش على الاخرين. ده بقى كل ده، وبعد ما تشتغل على نفسك وعلى عقلك وعلى وعيك وعلى حبك لذاتك وكل الكلام ده، هتكتشفي في الاخر ان اصلا من البداية الناس كانت مراية ليكي، الناس عكسة صورتك الحقيقية عن ذاتك.
وهتبقي على وعي تماما ان مشكلتك ما كانتش اصلا مع الناس، انتي مشكلتك مع نفسك. انتي اللي ما بينك وما بين نفسك مش عارفة تتعاملي مع نفسك، مش عارفة تقدري نفسك صح، مش عارفة تعلي قيمتك. فعشان كده انتي بتحسي بالاحساس ده، لان هو الاحساس جواكي، هو الاحساس مش حقيقي، الاحساس من عقلك. اي حاجة بتحسي بيها هو عقلك اللي اداكي اشارة تحسي بيها لحاجات احنا مخزنينها جوه عقلنا، لكن هي مش حقيقية. الاحساس مش حاجة حقيقية، الاحساس هو ناتج للي بيحصل في عقلنا، ناتج للحاجات اللي احنا مخزنينها في عقلنا. فما تعرفي ان موقف معين حصل ضايقك، اعرفي ان في حاجة متخزنة في عقلك مشابهة او ليها علاقة بالموقف ده، فانت ربطتي نفسك او قيمتك الذاتية بالموقف ده بالشخص ده، فبالتالي حسيتي الاحساس ده. لكن لو رجعتي للأصل كل حاجة، انت في الأصل منفصل عن كل حاجة خارجية، حتى الماديات اللي في حياتك انت منفصلة عنها. من هنا هتيجي فكرة ان الناس مراية ليكي، الناس مراية لتقديرك لذاتك. لان انت لو فكرك اتغير، لو انت على درجة وعي معينة، انت لما يحصل حاجة انت اصلا مش هتترجميها في عقلك ان هي اهانة او ان هي تقليل من ذاتك، انت هتترجميها بشكل تاني تماما. ومن ترجمتك دي اصلا الاحساس مش هيجيلك عشان تحاولي تقاوميه او لا. دي انا بسميها لعبة العقل، لان كل حاجة راجعة في الاخر لعقلنا. فانت لو اشتغلتي على عقلك وعليتي وعيك، كل احاسيسك، كل مشاعرك، كل اختياراتك، كل رد فعلك هتتغير. تعالوا كده نقرأ تعريف الوعي. ايه هو الوعي؟ الوعي هو حالة فهم او ادراك شيء ما. وفي تعريف تاني، الوعي هو حالة دراية المرء بمحيطه والاستجابة ليه. هو ده تعريف الوعي، وهو ده الوعي اللي احنا بنقعد نقول ان هو بيشكل كل حاجة في حياتك. كل ما وعيك، انا ما بقولش ان هو يطلع، الناس بتقول ان الوعي يروح في درجة اعلى، انا بقول ان هو يتوسع. انا بشوف ان الوعي بيتوسع. كل ما الوعي يتوسع ويشمل حاجات اكتر، كل ما انت هتبقي بدراية عن نفسك وعن الناس، لان انت هتبقي عارفة الناس بتتصرف التصرفات دي ليه كمان. فانت كل ما توسعي عقلك او كل ما تعلي وعيك، كل ما انت هتبقي اكثر هدوءا، اكثر توازنا، اكثر فهم لتصرفات الناس ولتصرفاتك، واكتر تحكما في مشاعرك وفي ردة فعلك. فاصلا وقتها مش هيبقى ان حد رد عليكي او ما ردش عليكي، مش هتبقى دي ساعتها ازمة، مش هيبقى بالنسبة لك دي حاجة وحشة ولا حلوة. رد ما ردش، ردت ما ردتش، خرجت معايا ما خرجتش، حبتني ما حبتنيش، انا هفضل نفس الشخص، انا هفضل معايا مهما حصل، انا هفضل بحبني مهما حصل، قيمتي جوايا مهما حصل برايا. انا قبل ما اوصل لدرجة الوعي دي في حياتي، انا كنت بتخانق، مقضيه نص حياتي بتخانق مع الناس اللي حواليا وبتخانق مع نفسي، يعني الاتنين بتخانق معاهم ومعايا، لان انا مش متقبله، انا رابطه نفسي ان انا مش متقبله ان حد يقل من قيمتي، لان انا فاكره ان هما كده، يعني فاكره ان الناس اللي حواليا تقدر تعلي او توطي من قيمتي. كنت لسه في حاجات كتير مش مدركاها. لما ابتديت اخش مراحل الوعي دي واقرا واعرف واحضر محاضرات واحضر دورات واحضر تدريبات وكل الكلام ده، انا عرفت ان انا كنت حرفيا دفنة نفسي. انا دفنة نفسي، رغم ان انا على فكرة مش طول حياتي مش ماشية ورا فكر المجتمع، بالعكس، يعني انا خرجت من الفكر الجامعي ده من سنين السنين يعني. لكن حتى بعيد عن الفكر الجامعي، في حاجات احنا بنبنيها جوه نفسنا، والمجتمع والأسرة والحياة بتبنيها جوه نفسنا، هي بتكون غلط وهي بتكون بتضرنا واحنا مش على وعي بيها. عارفين زي ايه؟ زي الزهق. احنا بالنسبة لنا الوحدة زهق، ان انت تبقى لوحدك ده زهق، رغم ان انت تبقى لوحدك وما بتكلمش حد ومش بتاكل ومش بتشرب ويعني فكرة هذه القعدة اللي هي خلوة، بيسموها خلوة، دي من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك بجد. دي من احسن الحاجات اللي هتعرفك بنفسك وهتقربك من ربنا وهتخلي في علاقة قوية ما بينك وما بين نفسك، وهتخلي في تطور في عقلك وتطور في حياتك. احنا مش قادرين نقعد مع نفسنا. انتوا متخيلين الانسان مش قادر يقعد مع نفسه؟ لما انت مش قادر تقعد مع نفسك لوحدك في صمت تماما ساعة مثلا، تقول انا زهقت، انا مش عايزة اقعد لوحدي، انا زهقت،
عايز الناس تقعد معاك، فانت مستمد متعتك من الناس، انت مستمد متعتك من الاشياء مش من جواك. رغم ان والله العظيم ودي انا جربتها بنفسي، والله العظيم لو انت في يعني اجمل مكان ممكن انسان يروح ومع احسن ناس ممكن الانسان يتواجد معاهم، وانت من جواك مش مبسوط، مش هتبقى مبسوط ومش هتبقى مرتاح ومش هتبقى فرحان. لكن لو انت لوحدك معكش اي حاجة، ما معكش اي آلة، ما معكش اي شخص، وانت عارف ازاي تكون سعيد من جواك، هتبقى في احسن حالة في الدنيا. فانت من الزهق والملل بتروح تتصرف تصرفات في الاخر ترجع تقول يا ريتني ما اتصرفت كده، انا قلت من قيمتي، فنرجع لنفس الدايرة تاني. فكل الحلول عندك، كل الحلول في ايدك، انت بس مش عارفها، فانت محتاج تتعلم عنها. فتعلموا عن نفسكم، اعرفوا ازاي تقدروا ذاتكم، اعرفوا ازاي تعرفوا ذاتكم الحقيقيه، خشوا في دايره الوعي دي اللي هتتصدموا كتير قوي وانتوا جواها. ما تسيبوش نفسكم للحياه تشكلكم، والمجتمع يشكلكم، واهاليكم تشكلكم، وتصرفات الناس تشكلكم، وبعدين في الاخر ترجعوا تعيطوا وتقولوا قيمتنا اتقلت، والناس مش عارفه عملت ايه ومش عارفه عملت ايه. انت نفسك مش عارف تبقى مع نفسك، انت نفسك مش عارف تتعامل مع نفسك، انت نفسك مش فاهم نفسك عشان الناس تفهمك اصلا. كونوا على وعي، اشتغلوا على نفسكم، ركزوا على نفسكم، ملكوش دعوه بالاخرين، وكل احساس وكل ردة فعل عندكم هتتغير 180 درجة. زي ما قلت لكم انا عامله البرنامج ده دردشه ما بيننا، تقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزينه في الكومنتس، تقدروا تعبروا عن نفسكم. احنا هنا البرنامج ده عشان تعبروا عن نفسكم، احنا هنا عشان نتناقش، عشان نتكلم، عشان نعبر عن نفسنا من غير ما حد يهين حد. قولوا رايكم وما تخافوش، مادام رايكم ده ما بيهينش حد او ما بيضايقش حد، قولوا رايكم وعبروا عنه وعبروا عن نفسكم، طلعوا الطاقه اللي جواكم، ما تكبتوش نفسكم. وبس كده تكون الحلقه بتاعت النهارده خلصت. يا رب يكون كلامي يكون خفيف عليكم، يا رب تتقبلوا اللي انا بقوله، وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقة الجاية. سلام.